السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا مع نموذج من الفرض المحروس الرقم 2، اجتماعيات المستوى الثانية إعدادي. سأقدم نموذج للفرض كما سأقدم في نفس الوقت عناصر الإجابة، طبعا نزولا عند رغبة التلميذات والتلاميذ، لكن لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم الجديد. أولا، تعاريف وأسئلة موضوعية في مكون التاريخ. عرف أو عرفي ما يلي تعريفا تاما. صكوك الغفران. صكوك الغفران عقد يشتريه المسيحيون من الكنيسة بمقابل مادي للخلاص من ذنوبهم. المصطلح الثاني البروتستانت، تعني رفض أو احتجاج ضد انحرافات الكنيسة الكاثوليكية. هو مذهب، أو بصيغة أخرى البروتستانتية، مذهب ديني ظهر في أوروبا ضد انحرافات الكنيسة الكاثوليكية. السؤال الثاني، أجب بصح أو خطأ بوضع علامة إكس في المكان المناسب. انطلقت النهضة الأوروبية من إيطاليا. صحيح، جواب صحيح، لأن النهضة الأوروبية انطلقت من المدن الإيطالية المستقلة. السؤال الثاني، تعتبر الحركة الإنسية من أبرز خصائص فكر النهضة الأوروبية. صحيح، الحركة الإنسية من أبرز خصائص فكر النهضة الأوروبية. السؤال الثالث، يعتبر السلطان سليمان القانوني سلطان الإمبراطورية أقوى سلاطين الإمبراطورية العثمانية. نعم، صحيح. السؤال الرابع، انتشرت الحركة الكالفانية بألمانيا. جواب خطأ، لأن جون كالفان أو الحركة الكالفانية انتشرت بسويسرا، والكالفانية نسبة إلى جون كالفان فرنسي الأصل، فر إلى جنيف يعني عاصمة سويسرا على إثر الاضطهاد الديني الذي تعرض له البروتستانت في فرنسا، وبالتالي جون كالفان لم ينتشر، أو الكالفانية لم تنتشر في ألمانيا. واجه السؤال الرابع أو الخامس عفوا، واجه العثمانيين في بداية توسعهم الدولة الصفوية. جواب خطأ. السؤال الرابع والأخير، لم يكن للحضارة الإسلامية دور في قيام النهضة الأوروبية. الجواب خطأ، لأن النهضة الأوروبية، أو من بين عوامل انطلاق النهضة الأوروبية، هو التأثر بالحضارة العربية الإسلامية، وبالتالي لم يكن للحضارة الإسلامية دور في قيام النهضة الأوروبية. جواب خطأ. السؤال الثالث، اذكر عاملين ساهم في دخول أوروبا عصر النهضة خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. سنذكر عاملين، أولهم مثلا سقوط القسطنطينية سنة 1453 وهجرة العلماء منها إلى مختلف المدن الإيطالية المستقلة، إلى جنوة، إلى البندقية، إلى فلورنسا وما إلى غير ذلك من المدن. هذا العامل الأول. سنضيف عامل ثاني، هو اهتمام أمراء المدن الإيطالية المستقلة وتنافسهم فيما بينهم حول استقطاب العلماء والأدباء والفنانين. هناك عامل آخر مثلا هو التأثر بالحضارة الإغريقية والحضارة العربية الإسلامية نتيجة الاحتكاك مع الحضارة العربية الإسلامية، حصل نوع من التأثر. هذه بعض العوامل التي أدت إلى انطلاق النهضة الأوروبية.
إضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمدن إيطاليا المستقلة مثلا كفلورنسا وجنوة والبندقية. بالنسبة للجغرافيا، مكون الجغرافيا، لدينا جدول يبرز تطور نسبتي الولادات والوفيات بالمغرب ما بين 1980 و 2011. أولا، السؤال الأول، حدد نوعية النص. حدد نوعيته وموضوع الوثيقة. حدد نوعية وموضوع الوثيقة. نوعية الوثيقة عبارة عن جدول، موضوعها تطور نسب الولادات والوفيات بالمغرب ما بين 1980 و 2011. يعني هذا هو الجواب. نوعية الوثيقة جدول، الموضوع ديالها تطور نسب الولادات والوفيات بالمغرب ما بين 1980 و 2011. السؤال الثاني، صف تطور نسبتي الولادات والوفيات بالمغرب ما بين 1980 و 2011. ماذا حصل لنسبة الولادات؟ كما تلاحظون شهدت انخفاض. نفس الشيء يسجل بالنسبة للوفيات. لهذا نلاحظ أن نسب الولادات والوفيات ما بين 1980 و 2011 شهدت انخفاض أو تراجع. هذا هو الوصف. حاولنا وصف. سؤال 3، احسب نسبة التزايد الطبيعي في كل سنة بالنسبة للجدول الآن. هذا عمل تطبيقي. كما تعلمون نسبة التزايد الطبيعي هي نسبة الولادات الخام ناقص نسبة الوفيات الخام. هذا عملية حسابية بسيطة. نسبة التزايد الطبيعي سنة 1980 هي 45 ناقص 14، بالتالي غتكون النتيجة 31. نسبة التزايد الطبيعي 1990 هي 30 ناقص 7 هي 23. نسبة التزايد الطبيعي سنة 2022 ناقص 6 هي النتيجة هي 16. أخيرا نسبة التزايد الطبيعي 18.6 ناقص 5.6 يعني غتعطينا 12.6 على ما أظن. يعني لا أستعمل الآلة الحاسبة في الحالة، يمكنكم استعمال الآلة الحاسبة. السؤال الرابع، صف تطور معدلات التزايد الطبيعي المحصل عليها. ماذا تلاحظون؟ نسبة التزايد الطبيعي كانت 31 أصبحت تقريبا 12 أو 13. يعني ماذا حصل؟ هناك انخفاض في نسبة التزايد الطبيعي. يعني نلاحظ انطلاقا من الجدول أن نسبة التزايد الطبيعي شهدت تراجع، إذ انتقلت من 31 سنة 1980 إلى 12.6 سنة 2011. خامسا، أبرز الأسباب المفسرة لذلك التطور اعتمادا على مكتسباتك السابقة. لماذا نسب التزايد الطبيعي تراجعت في المغرب ونسب الولادات تراجعت ونسب الوفيات تراجعت؟ لدينا مجموعة من الأسباب كثيرة جدا. أولها مثلا هو توجه الدولة إلى تبني سياسة تحديد النسل. المسألة الثانية هو تراجع سن الزواج. المسألة الثالثة هو خروج المرأة للعمل ومساهمتها في الإنتاج إلى جانب الرجل، إلى جانب أسباب أخرى كثيرة. بالنسبة لمكون التربية على المواطنة، إذا كان الدستور المغربي يضمن للمواطنين حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها، فإن تأسيسها يخضع لمجموعة من الشروط. حرر أو حرري موضوعا مقاليا على شكل مقدمة عرض خاتمة تبرز أو تبرزين فيه ما يلي: تعريف الحزب السياسي، يجب أن يعني إعطاء تعريف للحزب السياسي. ثانيا، شروط تأسيس الأحزاب السياسية، ما هي الشروط التي يخضع لها تأسيس الأحزاب السياسية. وثالثا، أهمية التعددية الحزبية داخل المغرب.
يعني على شكل موضوع مقالي، مقدمة، عرض، خاتمة. إلى هنا ينتهي هذا الدرس، هذا الموضوع عفوا، أو هذا النموذج من الفرض. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.